السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير جميعا. يلا نشوف النهاردة هنعمل ايه مع بعض. زي ما شفت في العنوان هنحول الدقيق الأبيض نخليه دقيق أسمر. يلا نشوف ازاي. دي المكونات بتاعتنا معلقة خميرة، معلقة سكر، معلقتين لبن بودر، معلقة خل، معلقتين زيت، مية للعجن. مقدار المية طبعا ما بقدرش اقوله بالظبط لان كل دقيق بيختلف عن التاني، فانا الدقيق بتاعي خد كوبايتين وربع بالظبط. عندي نص كيلو دقيق ابيض وشوية ملح ومعلقة بيكنج باودر. المكون بقى اللي هيخلي العيش بتاعنا اسمر اللي هو الردة. عندنا كوب من الردة، نص كيلو دقيق بيبقى عليه كوباية من الردة، تكون الردة ناعمة. هناخد معلقة الخميرة ومعلقة السكر وهنحطهم على بعض، وهنضيف عليهم شوية مية، تقريبا ربع كوباية مية دافية، طبعا لازم تكون دافية وخلي بالك ما تكونش سخنة. هنحط المكونات الجافة كلها مع بعضها، الردة وشوية الملح ومعلقة البيكنج باودر، وهنحط الدقيق. كل ده هنقلبه مع بعض. الدقيق طبعا دقيق مخبوزات او جميع الاغراض، معلقتين اللبن البودر. نقلب كل المكونات مع بعضها، وهنستخدم مية دافية للعجن. خلي بالك ما تستخدميش مية سخنة. لو حطيتي ايدك في المية واستحملتيها يبقى كده المية عندك مظبوطة. هنا الخميرة عندي طالما هي بالشكل ده يبقى الخميرة شغالة وكويسة، ممكن نستخدمها. حطيت الخميرة وهنضيف المية شوية بشوية. حطي المية شوية بشوية علشان المية ما تزيدش منك وتحتاجي بعد كده تضيفي دقيق، فشوية بشوية افضل. هنضيف معلقة الخل هنا كمحسن للعجينة. هنا احتاجت شوية مية ضفتلها. واما العجينة تتلم معانا هحط معلقتين الزيت ونعجن تاني لحد ما العجينة تبقى ناعمة معانا وطرية. اهم حاجة في العجين او عشان العيش بتاعك يبقى كويس، اعجني العجينة مش اقل من 7 دقايق. كل ما العجينة اتعجنت كويس هتديكي نتيجة كويسة، والعيش هيبقى طري وهيتنفخ معاكي وانت بتخبزيه. هنا العجينة بدأت تلم مع بعضها والزيت يختفي شوية. هفضل اعجن فيها لحد ما تكون بالمنظر دون. هنشيل العجينة من المضرب بتاع العجان. بعد كده هوريكم شكلها هيكون عامل ازاي. طبعا لو مش عندك العجان ممكن تعملي بايديكي، مفيش مشكلة، بس اعجني فيها كويس ومش اقل من 7 دقايق. دي شكل العجينة عندنا لينة، وهنلمها وهنسيبها وهغطيها. لازم تغطيها عشان الوش بتاعها ما ينشفش. هتسيبيها مثلا ساعة، ساعة ونص، على حسب الجو عندك عامل ايه. انا بسيبها في العجانة وبغطيها بغطا العجان، وبعد كده هنشوف هنعمل فيها ايه. كده العجينة خمرت. انا خدت مني تقريبا ساعة ونص لان هنا الدنيا برد شوية. بعد كده هنقرص العجين. هتقرصي العجينة على حسب حجم الرغيف اللي انت عايزاه. اذا كانت يعني انت عايزاه رغيف كبير او متوسط، انا بعمله تقريبا رغيف العادي يعني حجمه بيبقى متوسط. وبستخدم الردة في فرد العجين، وبحط شوية ردة على المفرش علشان ما تلزقش فيه ويكون سهل بعد كده في الفرد. هنقرص كل كمية العجين، واهم حاجة بعد كده نغطيه علشان الوش بتاعه مش ينشف، وهنخليه يرتاح يجي 10 دقايق. هنبدأ نفرد العيش بتاعنا بالنشابة ونرش ردة او دقيق زي ما تحبي، علشان طبعا ما يلزقش معاكي ويغلبك. لازم ترشي يا اما دقيق يا اما ردة زي ما انا بعمل.
كده انا فردت اول رغيف، كان بالمنظر دون وبالسمك دون، ما تخلوهوش رفيع عن كده ولا اسمك عن كده عشان يستوي معاكي. هنكمل كل الكمية بتاعتنا وهنخليها على جنب في حدود تلت ساعة، مش اقل من كده، تخليها تلت ساعة، لازم تخمر تلت ساعة. هكمل الكمية ونشوف هنعمل ايه بعد كده. فردنا كل الكمية اللي عندنا وهنغطيها بالفوطة وهنسيبها تلت ساعة. ليه؟ علشان العيش لما تسويه هيقب معاكي، وتعرفي تفتحيه وتعملي منه اي سندوتشات، وتعرفي تعملي منه اي حاجة. هنا انا خبزته على الصاج بسخنه جدا، يعني بسخنه قوي، وبعد كده بخلي النار متوسطة، ما تكونش عالية علشان ما يتحرقش منك ويستوي. لو عالية هيتحرق ومش هيستوي، فخليها نار متوسطة بعد ما تسخني الصاج. انا هوريكم الاتنين، هوريكم شكل اللي خبزته في الفرن واللي على الصاج. بصوا لما الحتة اتفتحت دي رحت دايسة عليها قب تاني، وده كان شكله بعد ما عملته خبزته كده خلاص. دون اللي انا عملته في الفرن. بصراحة بياخد وقت طويل قوي، فايه اسهل حاجة اللي على البوتاجاز واسرع، واللي على البوتاجاز بيكون طري وبرضو منفوخ وكل حاجة، يعني مش لازم نغلب نفسنا. على البوتاجاز هيخلص منك اسرع من الفرن تماما. انا فتحت لكم هنا رغيف من اللي على البوتاجاز، بصوا ممكن تعملوه سندوتشات روعة بصراحة. يا رب يعجبكم وان شاء الله تجربوه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.